قبل ما نبدأ عطر فمك بذكر الله. السلام عليكم ورحمة الله. أهم أخبار ومفاجآت الأهلي. تلقى اتحاد الكرة اليوم إيميل مذكور فيه أن كهربا أصبح من حقه المشاركة في النادي الأهلي رسميا وسيشارك في المباراة القادمة. مفاجأة عبد الله السعيد للأهلي. عبد الله السعيد كسب أمام الأهلي إن موضوع اتناقش في المحكمة السويسرية، وإن المحكمة السويسرية طلبت المحكمة الرياضية الدولية التدخل في الموضوع وحل هذه المشكلة، وانتظار حكم المحكمة هل ستجمد أرصدة عبد الله السعيد أم لا. اليوم أرسلت المنظمة المصرية لنادي الزمالك خطابا مذكور فيه أنه يجب عليهم تقديم تقرير كامل عن أحمد فتوح وعبد الله جمعة ومعرفة كل شيء عنهم من الساعة 5 صباحا إلى الساعة 11 مساء، حتى لو سافروا في أي مكان لابد تبليغهم بذلك، وأعطوهم مدة لحد 15 يناير لعمل التحاليل في منظمة المنشطات الدولية. ولو ما راحوش اللعيبة لعمل التحليل خلال الفترة المحددة هيتعرض أحمد فتوح وعبد الله جمعة للإيقاف لمدة عامين، ولو اكتشفوا أنهم تعاطوا شيء هيأخذوا إيقاف لمدة 6 شهور. رسميا الأهلي ينفذ قرار إسقاط عضوية هانئ حمزة وإبراهيم عيسى. وزير الشباب والرياضة قبل استقالة مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وفي طريقه لتعيين لجنة للنادي الإسماعيلي. المدير الفني للنادي أسوان قدم استقالته بسبب عدم توفر الخدمات اللازمة للنادي. مرتجي رئيسا للجنة الإعداد لمشاركة الأهلي في المونديال. حسين الشحات يفوز في تصويت الجناح العربي الأفضل في كأس العالم للأندية من الفيفا. رسميا انتقال مباراة الأهلي والبنك الأهلي من ملعب السلام إلى استاد القاهرة.